انا كنت حابب ان انا اروح اكتر من شركه، اخد اكسبيرينسز، اشوف ايه مشاكل الشركات دي، ايه مميزاتها. لان انت خلي بالك كل ما بتكبر كل ما بتدور على ستابيليتي اكتر ما بتدور على اي حاجه. لان بتبقى خلاص اخدت من النو هاو والاكسبيرينس اللي انت كل اللي انت محتاجه، وطبعا بالوقت بتتطور اكتر واكتر. يعني انا دايما مؤمن بحاجه، ان انت النهارده اهم من الشغل تظبيط الشغل، واهم من تظبيط الشغل اغلبيه مشاكل الماركت عند الديفلوبرز. 90% لما بتقعد مع اي صاحب شركه وبيجي يكلمك على مشروعه وهو بيحلم بايه، بتلاقي ان اللي هو شايفه غير الواقع اللي بيقوله. يعني ايه كلامي؟ يعني النهارده من انجح مودلز موجوده في الشركه هتلاقي الشركات عارفه مين العميل بتاعها. حلو. الراجل ده سنه ايج جروب قد ايه الاعمار اللي انا مستهدفها، الراجل اللي انا بدور عليه ده ساكن فين، بيخرج فين، بيعمل ايه، اوصل له ازاي. فانت النهارده لما بتبقى مذاكر وعارف البرودكت اللي انت نازل بيه وعارف البروجكت اللي انت نازل بيه والكلاينت بتاعه مين، بيسهل عليك 90% من الشغل. انا شايف النهارده انت احسن حاجه ان انت النهارده تبقى بني ادم منظم جميل، عامل لنفسك بلان وحاطط لنفسك مايلستونز، كل ما بتوصل لها بتبتدي تقيم نفسك. ده نمبر 1. نمبر 2، عايز تبقى سيلز اشطر من 80% من الناس اللي موجوده، جميل، اتعلم ماركت. النهارده في بيت كاست معانا شخصيه مهمه جدا في الريل استيت، بقى لها عملت قصص نجاح كتيره جدا، منهم مدينه نصر. هنسمع منه كل الحاجات دي. معانا النهارده نور عثمان. ازيك يا نور؟ عامل ايه؟ سحرتي، اخبارك ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب، عامل سمعت ايه؟ في الحلقه اللي فاتت ان كل سنه وانت طيب بتاعتك، فقلت حلو. انت بتاخدوها مني منك. والله. يعني ما بلاقيش كلام ادخل بيه يعني. ما بنخطف كده. عامل ايه يا نور؟ الحمد لله والله ايه كله الاخبار؟ خير. النهارده بقى قاعده ما فيهاش بيزنس، عايزين كده نعرف قصص نجاحك وازاي وصلت لها، عملنا ايه. خلينا نبتدي كده من قصه نجاح قديمه شويه، وبعد كده نبتدي بقى نور كان فين بيعمل ايه. خلينا نتكلم عن قصه نجاح مدينه نصر. مدينه نصر، وهي مدينه نصر زمان قوي. قول لي سنه كام كده؟ مدينه نصر اشتغلنا فيها في 2016. تمام. مدينه نصر من اكتر الشركات اللي اتعلمت فيها جدا جدا جدا. من اكتر الشركات اللي كانت بالنسبه لي غيرت في شخصيتي وفي طريقه شغلي وفي طريقه تفكيري حاجات كتيره جدا. الاوبورتيونيتي دي كانت مع محمد علوي. علوي بالنسبه لي اخ، وكنا مع بعض في المدرسه، وانا الحمد لله تاني مدير او تالت مدير اتعين معايا في مدينه نصر اسكان والتعمير. رحنا الشركه كانت تشالنج. هو علوي بصراحه شخصيه بيعرف يصطاد الاوبورتيونيتيز، وحد من الناس الشاطرين المحترمين القليلين في الماركت. علوي كلمني، رحت معاه. كانت بالنسبه لنا تشالنج، لان كنا ساعتها لما بنتكلم في التليفون ونقول للناس مدينه نصر اسكان والتعمير، الناس كانت بتقول لنا الشركه الحكوميه وكانت بتقفل السكه. كان لسه مايند سيت ان هي مدينه نصر اللي عملت حي مدينه نصر واستاد القاهره. كانت يعني مفيش بقى، مفيش كومباوندز، مفيش تاك سيتي، مفيش بقى، مفيش كلام ولا سراي. وكان سراي لسه نوت لونش، يعني ساعتها كنا في تاس سيتي، ابتدينا بتاس سيتي. هي كان اسمها تاك سلطان. تاك سلطان كانت فيز 1 اللي اتعمل لها لونش، كان تقريبا 2012 2013. احنا رحنا على اللونشنج فيز بتاع تاس سيتي. رحنا في 2016. كان التارجت بتاع الشركه في 2016 مليار، اتحقق في 2016 3 مليار 600 مليون. واو. الكلام ده كان لسه الماركت ما سمعش عنه. لدرجه في لونش سراي فيز 1 بعنا ب 2 مليار و200 او 300 مليون، اتكتب عننا في الجرايد. واو. فكان ساعتها لسه الماركت ما كانش فيه الكلام ده. بصراحه هو علوي كان يعني بعد ربنا كان صاحب الفضل في الاوبورتيونيتي دي، وتعلمنا فيها كلنا. 2017 بعنا ب5 مليار و700 مليون. وكانت في 2016 و2017 الارقام دي ما كانتش موجوده. يعني مدينه نصر 2016 مقارنه ب 2015 كانت الشركه بايعه 500% من مبيعات السنه اللي قبلها. يعني في الآونة الأخيرة كده طلع كمية مسميات لشركات وأسامي بوزيشنز. أنت بتفكر في البوزيشنز ولا بتفكر أن أنت تبيلت اب شركة؟ بص، أنا شخصيتي مختلفة شوية. يعني أنا في حاجات ممكن تبقى بالنسبة للناس ما تحبش تتكلم فيها. أنا بالنسبة لي في حاجات عملتها ومقتنع أن أنا عملتها.
يعني مثلا انا كنت وانا صغير كنت زي اي بني ادم نفسي اترقى، نفسي اخد تايتل سريعه، عايز ابقى سيلز مانجر، عايز ابقى تيم ليدر، عايز ابقى دايركتور. في خطوات انا اتسرعت فيها، وفي خطوات هي جات لك بالوقت. يعني جت بالوقت والاكسبيرينس والاكسبوجر اللي انت بتاخده، ان انت حضرت حاجات كتيره وشفت حاجات كتيره وشفت ماركت داينامكس اتغيرت 180 درجه، من ماركت ما كانش فيه غير 6-7 بروكرز واو. لماركت النهارده البروكرز بيتحكموا حرفيا في 90% من السوق. مم. انا كنت مثلا عندي مايند سيت، انا كنت ضد مبدا ان انا اقعد في شركه فتره طويله، حتى لو الشركه دي بالنسبه لي عملت فيها سكسس ستوري قويه جدا. 2 مليار و100 مليون في 8 ساعات. لا دي قصه مختلفه هحكي لك عليها. دي قصتها مختلفه خالص. ماشي خلينا. انا كنت حابب ان انا اروح اكتر من شركه، اخد اكسبيرينسز، اشوف ايه مشاكل الشركات دي، ايه مميزاتها. لان انت خلي بالك كل ما بتكبر كل ما بتدور على ستابيليتي اكتر ما بتدور على اي حاجه. لان بتبقى خلاص اخدت من النو هاو والاكسبيرينس كل اللي انت محتاجه، وطبعا بالوقت بتتطور اكتر واكتر. بس وانت صغير تقدر ان انت تروح اكتر من مكان، تشوف الماركت شغال ازاي، كل شركه ايه مميزاتها وايه عيوبها، ايه الحاجات اللي انت ممكن تتعلمها من المكان ده. وده فادني جدا 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 جدا. لان النهارده لما بتيجي مثلا دلوقتي بتمسك شركه، مثلا تبتدي شركه في ستارت اب، او بتروح شركه بتعمل فيس ليفت، بتبتدي النهارده انت بتشوف مشاكل الماركت وبتحاول تتفاداها وتبني عليها. صح. وبتحاول ان انت النهارده بتشوف انك في شركات كتيره جدا ناجحه جدا، لكن مشكلتها انا ما عندهاش استراتيجي. فلما بتيجي في اخر السنه عايز تعمل ايفالويشن، ما بتبقاش انت حاطط اصلا من بدايه السنه تارجت انت عايز توصل له، مش بس كرقم، كتارجت شركه، كتارجت ماركت شير، كتارجت ستاف. يعني صعبليش الدنيا قوي، انا تهت منك. طيب انا دلوقتي عايز اعرف، نور بيدور على البوزيشن كان زمان، دلوقتي بيدور على ستيبل للشركه وازاي تنجح في الماركت. انا فهمت كده صح؟ مظبوط. طيب ليه نور في الفتره الاخرانيه التكنيك بتاعه بيتقلد في كذا مكان، ونور بيغير؟ بتلحق تغير ازاي التغير ده؟ يعني انا مثلا بشوف نور بيعمل 1 2 3 تحت ايده، فجأة بقيت انا بدور ازاي اتعلمت من نور 1 2 3 كبريس كونفرنس، كاستراتيجي، ككل الكلام ده. فجأة اخد اطلع ابقى CCO او هيد اوف سيلز في مكان انفذه، فنور يتغير. فازاي نور بيعمل الطريقة دي ان هو بيتغير مع تغيرات السوق؟ والله بص هقولك على حاجة. انت النهاردة لازم تبقى مذاكر وفاهم الماركت كويس قوي. تمام. عشان الماركت النهاردة يعني عدت اصلا حاجات، جت يعني ظروف خارجية عدت غيرت لك حاجات كتيرة جدا. ستارتنج من الكورونا، جميل، يعني الماركت قبل الكورونا غير بعد الكورونا. الماركت قبل الديفالويشن، التعويم حاجة وبعد التعويم حاجة. فالنهاردة حتى الشركات بقت الاستراتيجي بتاعتها بقت شورت تيرم مضطرة عليها، مش ان هي يعني النهارده اي حد عايز يعمل فيزابيليتي ستادي الفتره اللي فاتت. لا، سؤالي النور مش للشركات، لنور شخصيا. ازاي بيتطور التطور ده ان فجأة نلاقيه عمل حاجة unbelievable؟ ازاي بيوصل لمرحلة التغيير السريعة دي؟ يعني مثلا احنا شفناك من اوائل نجاح في نايا، فجأة خلاص انا زهقت، مش عارف ايه اللي حصل، وعايز برضو الناس عايزة تعرفه. فجأة لقيناك بتروح في مكان تاني وبتعمل نجاح اكبر. فاحنا ازاي الموضوع، احنا لما في شركه البروكر بتاعتي الصغننه دي لما بنوصل لاتشيفمنت 150% احنا بنقول احنا تعبنا نبطل المكن. فاهم قصدك؟ فاهم. فنور بيعملها ازاي دي؟ والله بص، احنا يعني انا دايما مؤمن بحاجه، ان انت النهارده اهم من الشغل تظبيط الشغل، واهم من تظبيط الشغل اغلبيه مشاكل الماركت عند الديفلوبرز 90%. لما بتقعد مع اي صاحب شركه وبيجي يكلمك على مشروعه وهو بيحلم بايه، بتلاقي ان اللي هو شايفه غير الواقع اللي بيقوله. يعني ايه كلامي؟ يعني النهارده من انجح مودلز موجوده في الشركه هتلاقي الشركات عارفه مين العميل بتاعها. حلو. الراجل ده سنه ايج جروب قد ايه الاعمار اللي انا مستهدفها، الراجل اللي انا بدور عليه ده ساكن فين، بيخرج فين، بيعمل ايه، اوصل له ازاي. فانت النهارده لما بتبقى مذاكر وعارف البرودكت اللي انت نازل بيه وعارف البروجكت اللي انت نازل بيه والكلاينت بتاعه مين، بيسهل عليك 90% من الشغل. التريننج
ثم التريننج ثم التريننج. نور بيسمع لمين او بيغير التكنيكس بتاعه ازاي؟ هو ده السؤال. لا بتغير التكنيك وده ازاي؟ مش عايز تقولها لنا؟ لا ولا خالص خالص، ولا انا بحاول ارد لك والله بالظبط على السؤال اللي انت بتساله. بغير التكنيك ازاي؟ you have to adapt. جميل، يعني انت لازم تتأقلم تتكيف. وتتكيف. جميل، مع كل وقت الماركت فيه ومع كل مكان انت موجود فيه. تمام، كل حاجه تطلع لها البلان المظبوطه. انا هلونش امتى، انا هعين مين، انا هعمل ماركتنج شكله عامل ازاي، هظهر في معارض واون جراوند اكتيفيشن ولا هشتغل سوشيال ميديا اكتر، الكلاينت اللي انا بدور عليه ده هوصل له فين. يعني على حسب فتقول- كل برودكت انت بتعمله تكنيك. وبتعمل له بلان، ولازم تعمل له بلان، لازم تعمل شورت تيرم بلان ولازم تعمل لونج تيرم بلان عشان تعرف في الاخر خالص تنجح، وتعرف تقيم الاوبورتيونيتي اللي انت كنت فيها دي انت نجحت فيها ولا فشلت. بيجي لك لحظه كده بتختفي عن السوق او بتختفي عن موبايلك او لما نكلمك ما بتردش. هل الاختفاء ده بيبقى له سبب؟ وايه سر اختفائك؟ يعني انت فجاه كده نلاقيك مش موجود. بص انا عندي حاجه دي ممكن تبقى عيب فيا، يعني ممكن نسميها ان هو عيب فيا. انا بالنسبه لي بحب قوي 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 الالتزام، وبحب الالتزام يبقى من الطرفين. انا النهارده جيت اتفقت مع صاحب شركه او مع اداره، يا جماعه انا 1 2 3 4 دي المسؤوليات اللي عليا، 1 2 3 4 دي المسؤوليات اللي عليكم، بدون ما ادخل في تفاصيل. للاسف الشديد ساعات بيحصل اختلافات في وجهات النظر، ساعات بيحصل ما يبقاش في ميتنج بوينت نتقابل فيها. فانا بالنسبه لي ما بحبش ادخل في خناقه خسرانه. انا النهارده ببقى شايف كمان خطوتين ايه اللي ممكن يحصل. جميل، فانا بالنسبه لي مش حابب ابقى فيه. احنا دخلنا حققنا نجاح، عملنا شغل كويس، عملنا تيم كويس، عملنا ديبارتمنتس كويسه، حطينا بلان محترمه، حطينا استراتيجي محترمه، والارقام اللي حطيناها وصلنا لها، نكمل على كده. حلو، جميل، ما نرجعش نختلف في حاجات احنا كنا متفقين عليها since day one. يس. دي بالنسبه لي دي مشكلتي. انا ما بخش في الحته دي، انا ما بحبش بتختفي عشان ما تخسرش. بالظبط، بعتذر وبسحب نفسي. الموبايل انا لو وريتك موبايلي والله العظيم هصعب عليك. يعني انا بيجي لي 7000 مكالمه في اليوم. مهم، بس مهم. والله بحاول ما ازعلش الناس والله مني، والله ده بجد. لا وانت محبوب وكلامك كويس فالناس بتحب تستفيد منك. ربنا يخليك. فحاول تدينا شويه من وقتك. يعني انت تؤمر امر. خلينا نرجع كده لسؤال الريل استيت. انت شايف ان في شركه من الشركات مثلا كبيره او البلاك نيم لو انت كنت موجود فيها كنت ممكن توديها مكان احسن؟ والله بص، يعني الشركات الكبيره كلها ما شاء الله، يعني بص هو تعريف الشركه الكبيره ايه من وجهه نظري انا؟ تعريف الشركه الكبيره ان هي فيها موظفين قدروا يخلوا الشركه دي كبيره. مفيش حد كبر لوحده، هو تيم ورك. يعني مفيش حاجه اسمها ان نور راح شركه باع ب 3 مليار جنيه. انا مش انا الشخص ده، لا احنا كنا تيم موجود في الوقت ده بعنا ب 3 مليار جنيه. ليه؟ انا شغلتي بلاننج واستراتيجي، وان انا تو ميك شور ان كل حاجه ماشيه في مكانها، وان اي حد عنده مشكله اشيل انا المشكله وافضي له طريقه. دي شغلتي. جميل، مدير فني. الناس اللي على الارض هم دول اصحاب الفضل الاساسيين في اي شركه، هو التيم. وخلي بالك اغلبيه مشاكلي مع الشركات او مع الادارات جميل بتكون التيم. ان انت النهارده بتحاول على قد ما تقدر تجيب للناس دي حقوقها واللي هم يستاهلوه. وجهة نظر. بس يعني خلينا طيب نشوف شركة فيها رول موديل، او انت بتشوف ان انت ممكن الشخص ده يبقى نور كمان 5 سنين لو توفرت له كل المقومات. هل في شركة في دماغك كده؟ لا معلش انا اسف. يعني شركة من الكبار رول موديل، يعني نور نفسه يعمل شركة زيها. والله بص انا بالنسبه لي من الشركات ال مش عايزه، يعني في بالنسبه لي 2 انا بشوف ان الاتنين دول عملوا سكسس ستوري في وقت قصير جدا وبقوا براند نيم. جميل، تطوير مصر، ماونتن فيو. والاتنين لو ركزت عليهم هتلاقيهم هم عارفين هم بيبيعوا لمين، عارفين يعملوا ماركتنج مظبوط، عارفين يوصلوا للكلاينت بتاعهم مظبوط، فاهمين دلوقتي الناس احتياجاتها ايه برودكتس اللي الناس دلوقتي بتجري عليها وبتدور عليها، ايه اللايف ستايل اللي الناس عايزه تعيش فيه، وعارفين يوفروا الكلام ده. فانا بالنسبه لي الاتنين دول من انجح المودلز. شركه بقى زياده عليهم عملت فيس ليفت وبقت حاجه
مختلفه تماما عن اللي هي متعارف عليها بقى لها سنين. مدينه نصر الاسكان والتعمير في 2016. مدينه نصر الاسكان والتعمير في 2016 كميه التشالنجز اللي كانت موجوده تقول ان استحاله ان تحصل سكسس ستوري بالشكل ده، حدث ولا حرج. فاللي حصل في مدينه نصر فيس ليفت وسكسس ستوري بجميع المعاني. طيب خلينا نقول قعدة المطورين او الادارات اللي بتقعد معاك، انت امتى بتقول يس انا هكمل مع الناس دي، وامتى بتقول لا؟ يعني لو لقيت ايه المقومات اللي في يعني انا دلوقتي عايز افتح انا شركه عايز اعمل فيس ليفت، اوكي، فجيت لنور، يلا نور تعالى انت هنديك اوفر وتعالى جون، بتعمل ايه؟ ايه الاسئله اللي انت بتسالها؟ بتشوف فيهم ايه؟ والله بص، انا بالنسبه لي يعني اسهل واسرع طريق في اي حاجه توصل لها الصراحه، تمام. فانا باجي اتكلم احنا بمنتهى الامانه 1 2 3 4 5 دي البلان اللي هنمشي عليه، تمام. من التزام مالي، من التزام اسلوب اداره، من ان انت النهارده تبقى واخد صلاحيات تعرف تتحرك بيها، من ان انت النهارده تقدر ان انت يبقى ليك انبوت وتقدر تغير وتطور من الحاجات اللي موجوده عشان تعرف توصل للاحسن. لان انت اغلبيه الشركات اللي بتبقى عندها فيس ليفت انت بتخش على ناس مايند سيت مختلفه عنك، تمام. بيفكروا بتفكير ليتس سي مثلا تفكير قديم، تمام، مش هو ده اللي دلوقتي بيتماشى مع السوق. وانت بتخش بتحط بلان واستراتيجي مختلفه تماما اللي هم ماشيين عليه. اكبر مشكله بتقابلك جميل الريزيستنس، جميل، من الناس اللي موجوده، مقاومه الناس اللي موجوده، جميل. ما حدش فينا بيحب التغيير، صح. كل واحد شايف نفسه صح، تمام. فانت بقى بتعالج ان انت بتشيل وتمشي الناس دي اللي هي بتقاوم، ولا بتحاول تعالج؟ لا مش شرط ان انت تمشي. انا مش من مدرسه ان انت تروح اي شركه جديده عشان تعمل فيس ليفت صلي ركعتين وتفور الناس اللي موجوده، لا. انا النهارده في مثلا نيو سيتي، لما تعينت في نيو سيتي كان في سيلز دايركتور موجود، وكان في 2 مانجرز موجودين، وكان في تيم موجود، ما مشيش منهم غير واحد. واللي مشي من السيلز ولا الدايركتور مشي ولا المديرين مشي، والدايركتور النهارده خليتهم رجالتك يعني، وبقوا من اكتر الناس. يعني في الدايركتور بقى ما فيش مكان بروحه ما بنروحوش مع بعض. دي اللي هي ايكو، صح؟ دي ايكو ويست. ودي عملنا فيها سكسس ستوري كانت فيس ليفت بجميع المعاني، وكان فيها كميه تشالنجز حدث ولا حرج. طيب خلينا نشوف نور دلوقتي البوزيشن بتاعه ايه في اي شركه؟ سي اي او ولا سي سي او؟ لا سي سي او. يعني ايه سي سي او؟ شيف كوميرشال اوفيسر. شيف كوميرشال اوفيسر هو اللي مسؤول عن القطاع التجاري. جميل، مدير القطاع التجاري او رئيس القطاع التجاري. رئيس القطاع التجاري ده بيبقى تحتيه ديبارتمنتس زي السيلز، الماركتنج، السيلز اوبريشنز، الكاستمر سيرفيس، جميل، الهاند اوفر دول. والهاند اوفر الحته اللي ريليتد تو الكاستمر كير، مش الحته الهندسيه. انت النهارده اللي هتبقى مسؤول عن الديبارتمنتس دي، جميل. كل حاجه، الجوب ديسكريبشن بتاعهم، الكي بي ايز بتاعتهم، الناس دي هتشتغل ازاي، الاستراتيجي، البلاننج، كل التفاصيل اللي تخص الديبارتمنتس دي. طيب هل بتشوف نور انجح واحد في البوزيشن ده، ولا في ناس غيره ناجحين؟ لا في ناس كتير جدا شاطر. اذكر لنا 5. اذكر لك 5؟ بص انا خلاص خليهم 2 أو 3. لا خليهم 3. بص ما بحبش ازعل حد عشان ابقى صريح، بس يعني لا لنا في السؤال لما اتسالته، يعني مين جه مثلا ممكن من غير ما ننسى حد طبعا، يعني مش هننسى حد، بس انا دلوقتي انا عارف ان هو سؤال بيزنق خالص خالص خالص. لا بالعكس، انا بحاول والله افكر لك بامانه مين من وجهه نظري. طب هقول لك على حاجه، اتفضل. خلينا نقول السؤال بسؤال تاني. انت شايف مثلا في 5 انت شايف ان سحارتي بيعمل كذا كويس جدا، اوكي، احمد بيعمل كويس جدا، يعني انت حتى اللي انت هتذكرهم لو كانوا 2 أو 3 أو 1 قول لي انا شايف ده جامد جدا في الحته دي، بيعمل دي جامد جدا، وانا شايف ان هو بيعاني. انت بتعرف رؤساء قطاع تجاري كتير وشاطرين، وهم كل اللي في السوق، ولو مستمرين هم يبقوا بينجحوا. لا انا بحاول افكر لك في اسماء، مش عايز انسى حد، ومش عايز اصل انت عارف لما بتسال ما بتبقاش متحضر للسؤال. فالنهارده يعني ودي حلاوه البرنامج، بس اللي في بالك بتقوله. وانا مش عايز ازعل حد. طب ينفع نسكيب؟ ولو جه حد في بالي والله هو في 2 3 في بالي بس يعني. طيب نسكيب ليه؟ هم هينبسطوا لو لا هرجع لك تاني، هحضر لك 5. هرجع انا فيه، هرجع لك تاني. خلاص طيب اتفق. خلينا نشوف نصايح نور
لحد داخل المجال جديد أوكي. تديله نصايح عامله ازاي؟ والله بص انا في حاجه هي دي بالنسبه لي يعني اهم نصيحه. هو داخل الماركت ليه؟ تمام. في ناس فاكره ان الماركت ده هو اللي بيخش الماركت بيعمل فلوس. ده مش صح. في ناس كتير عملت شيفت كارير ودخلت الريل استيت وقعدت فتره واتظلمت لاي سبب إن كان. هو ما عملش تريننج مظبوط، ما سوري انا اسف، ما خدش تريننج مظبوط، ما اجتهدش ان هو يعمل ريسيرش مظبوط، ان هو يحفظ يذاكر يطور نفسه، ما عندوش السكيلز الربانيه. لان خلي بالك السيلز في حاجات زي كوميونيكيشن سكيلز. انت ممكن تاخد سوفت سكيل كوميونيكيشن سكيلز، لكن لو هي مش في شخصيتك وانت فريندلي وبتعرف تتكلم، تعرف تبقى جود listener، تسمع كويس، تعرف تفهم الريكوست اللي بيطلب منك، ففي حاجات اولا بيزكس. الحاجات دي لو موجوده فيك جميل، تدخل الماركت هتمشي بمنتهى النظام. لازم تعمل لنفسك بلان. يعني ايه تعمل لنفسك بلان؟ انا النهارده اشتغلت في الاول خالص في بروكرج، تمام، بقى عندي اكسبوجر، شفت الماركت ايست كايرو، ويست كايرو، الساحل، سخنه، العاصمه الاداريه، شفت كل الماركتس اللي موجوده، تمام. ما بقولكش ان انت النهارده تبقى قاموس لامم كل المعلومات، لا، افهم. يعني انا دايما بقول للناس افهم البروجكت، ما تحفظوش. جميل. فانت النهارده تفهم الماركت، تمام، ابتدي مثلا بجزء. لاتس سي انا سكني في اكتوبر، هبتدي اركز في الجزء بتاع ويست كايرو والساحل الشمالي، غرب القاهره والساحل الشمالي، اكتوبر وزايد. ابتدي احفظ المشاريع اللي هناك، ابتدي افهم الماركت شكله عامل ازاي، ابتدي افهم مين الكلاينتس اللي بتشتري في كل حته موجوده، لان كل منطقه مختلفه عن التانية. وابتدي النهارده اشتغل على نفسي ان انا النهارده يبقى عندي الحاجات اللي تخليني ابقى سيلز كويس، تمام. زي ما لسه قايل لك، كوميونيكيشن سكيلز اهتم بيها، الماركت نوليدج لازم تهتم بيها، ان انت النهارده تبقى عندك ماركت ابديتس وبتبقى متابع وبتعرف كل الابديتس اللي بتحصل. بشوف ان اشطر سيلز موجود اللي يتعلم ماركتنج جنب السيلز. حلو. لان انت النهارده لو بتبيع جميل، فلازم تعرف تسوق للي انت بتبيعه. لو مسكت الاتنين هتبقى سيلز قوي جدا. لو عرفت تعمل لنفسك تايم مانجمنت وتعمل لنفسك بلان. يعني اول خطوه من خطوات ان انا ابقى شاطر في العقارات ان انا ابقى عارف تسويق. تنظم تفكيرك وتبقى عارف تسويق. يعني انا شايف النهارده انت احسن حاجه ان انت النهارده تبقى بني ادم منظم جميل، عامل لنفسك بلان وحاطط لنفسك مايلستونز، كل ما بتوصل لها بتبتدي تقيم نفسك. ده نمبر 1. نمبر 2، عايز تبقى سيلز اشطر من 80% من الناس اللي موجوده جميل، اتعلم ماركتنج. السوشيال ميديا بقى معاك عامله ايه؟ السوشيال ميديا، انا حضرت السوشيال ميديا دي. انا كنت في مدينه نصر اسكان والتعمير. في حاجه بتضحك شويه. لما كنا في مدينه نصر اسكان والتعمير عملت ماركتنج ديبارتمنت جوه التيم عندي. انا كنت في الدايركت سيلز. فما فيش طبعا غير الليدز اللي بيجيلك من الشركه، وكنا ساعتها لسه ما نزلناش بالاوت دورز. يعني احنا عملنا لونش سراي، بعد اللونش نزلت الاوت دورز. ف عايزين ليدز او عايزين عملاء نكلمها 100%. فلما جيت في البدايه خالص عملت ايه؟ جبت النهارده ورقه وقلم، تمام، وقلت شركه البروكرج تمام بتشتغل ازاي. فابتديت اشوف فيسبوك كامبينز، ايميل كامبين، اس ام اس كامبين. كانوا ساعتها لسه بيجيبوا ليدز. وابتديت النهارده يعني انا والتيم بتاعي اشتركنا ان احنا النهارده نعمل ليد جنريشن كامبين. اشتغلنا على كل حاجه. اشتغلنا اس ام اس كامبين، ايميل كامبين، فيسبوك كامبينز، جوجل ادز. اشترينا الدومين بتاع www.sarai.com. عملنا كل حاجه. كنت عفاريت وانتوا من 2016. والله والله. وكان ساعتها خلي بالك كان لسه ما فيش حد في الماركت عمل كلتوا الكلام عيش ده. لما شبعت. سحرتي اقول لك على حاجه. كنا بنعمل كامبين ب $100 جميل، بتشتغل لمده اسبوع او 10 ايام. انت عارف $100 في مرة من دلوقتي المرات- ما يعملوش حاجة يعني. لا مفيش. كان مره وصلنا الادز كانت الليد ب 30 سنت. ده انتوا من ايام اللي هو ببلاش، الجنيه عارف؟ جبس. طيب، مشروع حققت فيه نجاح غير مدينة نصر؟ شايف ان انت كنت ممكن تنجح اكتر؟ شايف ان انا كنت ممكن انجح اكتر. مش لازم تقول اسم الشركة. لا خالص يعني- خالص. بص احنا كان اللونش بتاع نيو سيتي بتاع ايكو ويست. اللونش ده احنا عملنا فيه شغل حلو جدا 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 جدا.
بس كان عندنا restrictions من الوزاره، ان المشروع ده كان بالشراكه مع وزاره الاسكان والتعمير. فكانت هو برودكت مختلف تماما، كانت شقق مدعمه من الدوله. فالمشروع ده احنا مثلا في اول اسبوعين بعنا 289 يونت، وجالنا رفض من الوزاره قدهم. يعني بعتوا 290 وعندكم ريكوستات ب 290 كمان عميل عايز يشتري؟ بالظبط. يعني انتوا في اللونش ده بعتوا ب 500 يونت مثلا، واترفض نصهم. فطبعا كنا مقهورين، وحاجه برانا يعني. الراجل ده كان مستفيد من الدعم قبل كده، حاجه بره ارادتنا تماما. فدي كنا ممكن ننجح فيها. خلينا نرجع لاخر التشالنج بقى بليز. ال 2 مليار و100 مليون ده رقم اكيوريت؟ رقم اكيوريت اراوند. ليه مشيت؟ بص ليه ما بقول لك ايه، انا حاولت ان انا ما اسالش السؤال ده بس مش عارف خالص. ماشي. والله انا كسحرتي حاولت بس لا فضولي قتلني. لا انت براحتك تسال اللي انت عايزه والله. بص عملنا شغل حلو قوي. كل الناس تعبت، بمعنى كلمه كل الناس تعبت. جميل ان المشروع ده او الشركه دي احنا استلمنا الموضوع من مفيش موضوع. يعني احنا استلمنا يا جماعه احنا عندنا الارض في اللوكيشن الفلاني، تمام، فقط لا غير. احنا يعني الاستشاري باشمهندس ياسر البلتاجي انا اللي مرشحه. كل تفصيله اتعملت في بروجكت من البرودكت ميكس اللي موجود، المساحات اللي موجوده، التايبس اللي موجوده، ديت اوف لونش، كل تفصيله ممكن تتخيلها احنا اللي عاملينها. وكان معانا تيم، التيم ده يعني انا متاكد 100% من اشطر التيمز اللي موجوده في الماركت. اللي باع الرقم ده 18 بني ادم فقط لا غير. واو. فيعني 3 مديرين و18 سيلز فقط لا غير. والرقم ده مظبوط بنمبر اوف ترانزاكشنز اراوند 200 حاجه و50 يونت. حلو، تمام. احنا كنا حاطين بلان ان اللونش يبقى على 2-3 دايز. داي 1 سولد اوت. جميل. ازاي يا نور بعد ما تعمل نجاح زي ده بتطلع منه بعلاقه كويسه مع الناس؟ انا لو عامل النجاح ده في الشركه انا ممكن اتخانق معاهم واخرب الدنيا. لا بص انا ممكن يكون الايجو بتاعي مختلف بس يعني لا ده حاجه عظيمه. بالعكس اقول لك على حاجه. انا عشان بحافظ على الايجو بتاعي، وعشان خاطر انا يعني بحافظ على نفسي وبحافظ على اسمي، ما بدخلش في خناقات خسرانه. يعني ايه خناقه خسرانه؟ انا عارف كويس قوي 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 ان انا لو عايز اعمل مشكله هعرف اعمل مشكله ومصر كلها هتسمع عنها. تمام. لكن انا في الاول في الاخر هستفيد ايه؟ ولا حاجه. انا النهارده جيت اتفقت يا جماعه انا عليا من 1 ل5 وانتوا عليكم 1 و2. تمام. من 1 ل5 الماركت كله شاف من كامبينز محترمه جدا، شكل اختلف 180 درجه في الماركت، very successful campaigns، حاجات هم الناس الشركه نفسها معترفه ان هم ما شافوهاش قبل كده، وهم علاقتهم كويسه بيك وكوميشنز وكل حاجه تمام. والله بص يعني مش هنخش في ديتيلز، بس هي الناس محترمه. اختلاف في وجهات نظر، اختلاف في طريقه تشغيل، let's call it. ما يمكن كنت انت عايز تبيع اكتر وهم وقفوا يعني. لا خالص. خلينا نروح دلوقتي. طب انت دلوقتي في بوزيشن ايه؟ بتعمل ايه الخطه؟ بص انا دلوقتي قصه النجاح الجديده بقى فين يعني؟ قول لي. ان شاء الله يا رب. بص انا دلوقتي acting as CCO في شركه اسمها ثراء مصر TMD. it's a new developer مع ناس محترمه جدا اعرفهم بقالي اكتر من 8 أو 9 سنين. ففي very good relation. عندهم 2 projects. project 50 فدان في الساحل. حلو. فين في الساحل؟ ده بقى مكانه. يعني انا شايف ان هي دي هتعمل لقطه في الساحل completely different. هي project اسمه 60 North. جميل. ده في كيلو 60 في الساحل القديم. حلو. تمام. الكونسبت اللي معمول في البروجكت ده ان انت النهارده اصحاب يعني البورد بتاع الشركه اختيارهم للوكيشن ده لان هم شافوا راس الحكمه في كيلو 60. في كيلو 60 ده على البحر. على البحر. بس دي انا في كيلو 60 ده السور في دابلو 2. دبلو 2 60 مش يعني مش اللوكيشن مش مجمعه قوي، بس 60 ده قبل مارينا بشويه حلوين. بالظبط. ده في الساحل القديم بالظبط. وهي دي الميزه
مش العيب. ليه؟ الساحل القديم الكثافه هناك عاليه جدا جدا جدا، نمبر اوف بروجكتس ضخم. مم. جميل. السيرفيسز والفاسيلتيز اللي موجوده في الحته دي ضعيفه جدا جدا جدا. يعني هو انت فالنهاردة- واخد حته من على الطريق لحد البحر؟ بالظبط. مفيش اراضي هناك. لا في 50 فدان، هي السور في السور في دابلو 2. دبلو يعني انت هتلاقي دابلو 2 بعدين ارض فاضيه بعدين لاجولي بعدين هايدي. هايدي انت الأرض- قبل هايدي. انت الارض اللي بين لاجولي وبين دابلو 2. الارض دي طلعت قبل كده على فكره تقريبا، كان اسمها لا هي إيه؟ ارض مسجله شهر عقاري. لا زيرو فاضيه مم. ما فيهاش اي حاجه. مسجله شهر عقاري. قرار وزاري طالع ورقها كله خلصان، ماستر بلان تحفه. حلو. عاملين كريستال لاجون concept، بقى وبتاع وحاجات جديده بص. بقى في الساحل الشرير اللي هتبقى في الساحل الطيب. احلى من اعمل احلى السلوجان ماستر ده. بلانز. بالظبط. ما خلي بالك هي فعلا احنا دلوقتي اللي احنا بنعمل ايه. دلوقتي بنتعاقد مع one of the top retail consultants اللي موجودين في الماركت. تمام. بنتعاقد عملنا انت عندك commercial strip على الطريق 500 متر. مم. الماركت في الحته اللي هناك دي ما فيهوش غير يفتقر- زهران. وزهران، بيتزا هات، كنتاكي، حاجات اللي هي الفيري بيسك. مم. النهارده احنا عملنا ايه. انت عندك على طول الساحل كله مفيش ميديكال سنتر غير مستشفى العالمين. مم. تمام. الاريا دي احنا النهارده بنابروتش اسكندريه مع الساحل، الناس اللي انترستد في الساحل القديم. عملنا ميديكال سنتر جميل، وبنجيب one of the big names هي اوبريت. عملنا هايبر ماركت في one of the big names هي اوبريت. الحاجات دي للبيع ولا تعملوها ايجار؟ لا دي رنت. نازلين بيها امتى؟ يعني من السنه دي بص احنا دلوقتي بنمضي مع اوتيل جميل واسم من الاسماء الكبيره، وبنمضي مع مستشفى اسم من الاسماء الكبيره. جبنا نادي بالفعل انجليزي اول مره هيفتح في مصر. هي اوبريت عندنا سبورتس كلاب نايت لايف. ومش لازم تحقق قصه نجاح، ده انت تخطط ما بتديلوش مجال. انت بتضيع فلوسه اصلا. لا بالعكس كل ده معمول ان فيري جود ديلز. يعني انت لو كنت جبت كلاب محترم وحطيته جوه الارض كان هيبيع. الساحل مش محتاج كل ده. مش فكره بيع. انت النهارده لو انت هتبيع بروجكت فانت هتبيع بروجكت، لكن على فكره الكوميرشال اكتر حاجه بتدخل فلوس جميل اكتر من البيع 100 مره. لا بس في الساحل يعني هو هيشتغل امتى؟ هيشتغل 3 شهور؟ لا ما انت الميزه ان انت النهارده انت الجزء ده زي ما قلت لك في بدايه كلامي، انت بتابروتش الاكستنشن بتاع اسكندريه، فانت بتابروتش اسكندريه مع الساحل. فاهم قصدي؟ والحاجات دي انت النهارده مش هتدفع فيها فلوس. يعني انت النهارده الديلز اللي انت بتعملها، انت النهارده 90% of the deals انت يعني مفيش مصاريف عليك. يعني مش رايح ادي مستشفى فلوس ولا تعالي اوبريت عندي، ده انا هاخد منهم ايجار. في ناس داخل معاها ريفينيو شير. في ناس عامل معاهم ديل عامل ديلز بشكل مختلف 100%. طيب خلينا نقول القطعه الثانيه فين؟ فزايد الجديده تلعب 24 فدان برضو. حلوه جدا. مع ان انا ساكن في التجمع. انا مش كل الاوبورتونيتيز اللي بتجيلي في زايد واكتوبر. مشهور انت هناك. ما اعرفش ليه. خلينا نشوف كده لعبه جديده. لو اللعبه بتاعت العقارات دي لعبه امتى تقول نور قفل الجيم؟ لا عمرك ما هتقفل الجيم عشان نبقى واقعيين. يعني انا مؤمن جدا 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 بالمثل القديم اللي بيقول لك يموت المعلم وهو بيتعلم. تمام. انت النهارده لو عايز تفضل على طول تحافظ على النجاح جميل، لازم تفضل كل يوم بتتعلم حاجه جديده. يعني انت عمرك في حياتك ما هتوصل لليفل تقول والله يا جماعه انا كده توب وانا كده انا كده كل حاجه. خلينا حاجه بقى ليا انا بقى. طبعا. مين الشخص الملهم لنور؟ الشخص الملهم لنور ملهم بمعنى ايه؟ يعني كان بياخد منه القوه، كان بيستمتع بكلامه، كان بيقعد معاه يقول له يروح فين ويجي منين، اذا كان في العقارات او بره العقارات يعني. والدي الله يرحمه. بالنسبه لي كان يعني صاحب واب. وبعد والدي الله يرحمه عندي خال من خلاني هو ماي فيفورت يعني. فاكتر حد بقعد اتكلم معاه وهو ما شاء الله عامل PhD وماجستير في كذا حته بيشتغل في العقارات؟ لا مش في العقارات بس بيشتغل إيه في الحاجات بقى اللي هي related to green buildings. هو كونستراكشن يعني كله بيودي على كله. بس الحاجات اللي هي sustainable زي اللي هي بقى اعاده تدوير الميه، السولار بانلز اللي تو جنريت الكتريسيتي، الحاجات اللي هي الانفراستراكشر يعني المقاولات عموما يعني. بالزبط. يعني كونستراكشن بس بره مصر. خلينا نقول نور
كنا مستمتعين معاه النهارده. ربنا يخليك. الحلقه عدت ربنا بسرعه يخليك. جدا من ربنا غير يخليك. اذى ولا ليا ولا ليك، لا اهو الدنيا طبعاً، ولا تمام. ضربنا بعض ولا أي حاجة. ايوه ولا اي خالص. حاجه. خلينا بس ننهي بشكل مختلف. لو نور عنده فكره نقدر نطورها في البرنامج، يعني تقول لنا نعمل 1 2 3 ورايك في البرنامج. لا بص، البرنامج والله لذيذ جدا، وانا والله يعني ما حسيتش بالوقت، يعني to be very honest ما حسيتش بالوقت، بالعكس والله قاعد مستمتع وعارف يعني نقدر نقعد ساعتين تانيين ومش مش هنمل، وده بجد والله مش مجاملة. انا شايف يعني نصيحة اقولها لك على البرنامج، الريل استيت هو مش بس commercial directors ولا head of sales ولا حتى head of marketing بس. جميل. انا شايف الحاجة اللي ممكن تتعمل وتفيد بيها الناس جدا، ادي سبيس ان انت تجيب مثلا حد من الاستشاريين التقال. حلو. الناس دي عندها نو هاو وشايفين الماركت بطريقه مختلفه تماما، وبحر من العلم والنولج، وهيفيدوا الناس. حلو. هات ناس ماركتنج تقال تبتدي تتكلم النهارده على شكل الماركت. طبعا يعني انت كنت ضيف خفيف. ربنا يخليك انا يا بحبك رب. جدا يا نور. ربنا يخليك والله من قلب القلب. ربنا يخليك يا رب. ونشوفك تاني في حلقات جديده إن شاء الله. نضيف فيها للناس. ان شاء شكراً. الله ان شاء الله. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. على HR كنت شغال شركه سمارت موف HR consultancy، دي كانت تريننج اند ديفلوبمنت وريكروتمنت ايه احنا جاهزين؟ الصوت تمام؟ ما عصبتكش ولا اي حاجه. رديتك على الاسئله دي.